احمد عبد الرازق. السروبة سليمان مصطفى جعفر اعلنها مصطفى، عدى مصطفى، والقرار والفرمان ياتي بضرب الجزاء للفريق البورسعيدي. احمد وفائي موفق يا وفائي في كل تمريراته، في كل يعني لعباته وحركاته. مصطفى جعفر يا سلام، مصطفى جعفر تمام التمام يحرز الهدف الاول للفريق البورسعيدي. الامواج البورسعيديه يعني تهيج والهياج ياتي بهدف اول. ورجعنا لكم مرة تانية، ويمكن طبعا كنا شايفين مع بعض الشقيق الأصغر للنادي المصري نادي المريخ اللي متألق حاليا وشايفينه في الصعود، وإن شاء الله نتمنى له دايما صعود، مش صعود فنيا بس، صعود إداريا كمان. وشايفين إن هو بيحاول إن هو يطور من نفسه، يطور من موارده، بيحاول إن هو يشوف موارد أخرى تصرف على النادي، ودي فكرة مهمة جدا. حابين إن احنا نكون معانا النهارده ونفتح ملف تطوير داخل نادي المريخ مع الأستاذ عمرو جوهر، عضو مجلس إدارة النادي المريخ الرياضي واحد المسؤولين عن ملف التطوير داخل النادي. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ عادل، واهلا باسره البرنامج. وان شاء الله حلقه موفقه ان شاء الله، ونقدر نوصل وندي للناس فكره عن نادي المريخ واللي احنا ان شاء الله بننوي ان احنا نعمله ان شاء الله باذن الله. الكل في الاونه الاخيره شايف ان نادي المريخ ماشي بخطى ثابته وماشي فنيا واداريا بشكل كويس جدا. اهم حاجه في المنظومه اعتقد يعني، وزي ما احنا شايفين في النادي المصري والانديه الاخرى، الموارد الماليه. تمام. ازمات اللي بتطيح بمجالس اداره وبتطيح بكيانات بحالها. تمام. عايزين نشوف انتوا رؤيتكم ازاي في الفتره القادمه. والله يا سعد، احنا اولا يعني بنشفق على انفسنا لما يبقى هو ده حال انديه الدوري الممتاز، والازمات بتتوالى كلها ازمه تتلو الاخرى، من اول النادي الزمالك والاسماعيلي وطلائع الجيش والنادي المصري. يبقى الله يكون في عوننا، واحنا ان شاء الله بنقول ان احنا بنحاول نختلف عن غيرنا بفكرنا. تمام. لان الازمات الماليه كمشكله اعتقد انها مش هتنتهي، بتبقى موجوده خلال كل العصور. بس احنا يعني مجلس اداره في غالبيه من الشباب عندنا فكر جاي نقدمه للنادي، عايزين نعيد بريق ولمعان نادي المريخ من جديد، لان الناس تكاد تكون في بورسعيد نسيت نادي المريخ، لانه من اكتر من 13 سنه ما كانش فيه اضواء لنادي المريخ او صعود لنادي المريخ. السنه اللي فاتت كان يعني قاب قوسين او ادنى. هو ما هو ده اللي ربنا ستر والحمد لله، يعني ارتحتوا من وجع الدماغ. ما هو حضرتك احنا مجلس اداره تولينا المسؤوليه في 2011 2012. تولينا المسؤوليه كان قدامنا اكتر من ملف شائك. تمام. كان معانا قطاع الناشئين، كان في بعض المشكلات، وكان عندنا ازمه ماليه طاحنه. والفريق الاول كنا عايزين نرجع نعيد تقييم الفريق الاول، ونرجع يعني ندي النادي المريخ اسمه وباركه كما كان عليه في السابق. لان اللي ما يعرفش نادي المريخ واحد من انديه الدوري الممتاز، واحد من المشاركين وله صولات وجولات، وقدر ان هو يؤدي. كان اعتقد عدم صعودكم للدوري الممتاز الف ده اداكم فرصه ان انتوا تعيدوا ترتيب البيت من الداخل، تعيدوا ترتيب التطوير. والله احنا من اول سنه ابتدينا فيها، وده كان تقريبا من سنتين، كان زي ما بقول لحضرتك كده كان عندنا اكتر من مشكله، فكنا بنمشي يعني ستيب باي ستيب، كنا بنمشي واحده واحده عشان نقدر نزيل كل العقبات وكل الازمات اللي نادي المريخ كان بيعاني منها. ابتدينا بقطاع الناشئين، وقمنا بعمليه تطهير، وقمنا بعمليه تحديث، وقمنا عملنا اكتر من برنامج، وجبنا كابتن جلال عيد، وده واحد من الناس المحترمين اللي اسمه له باع كبير في بورسعيد واللي الناس كلها بتثق فيه. قدر يعيد تقييم قطاع الناشئين بشكل جميل جدا، وقدر يرقي ويعلي منه، لدرجه ان احنا عندنا مواليد 2007 دلوقتي هم بيتصدروا دوري الجمهوريه، و2005 من الاول للثاني في دوري الجمهوريه، ومن الاول 2000 لحد 2005 على مستوى المنطقه احنا نكاد نكون بنتراوح ما بين الاول والثاني. فدي حاجه تحسب لمجلس الاداره، هو اختيار الشخصيه المناسبه في المكان المناسب. قطاع الناشئين متميز في نادي المريخ. والله احنا عدنا تقييمه من جديد، كان متاخر من فتره، واللي الناس ما تعرفوش عن نادي المريخ انه كان بيتميز بقوه قطاعه، وهو كان يعني من الاكبر الانديه اللي في انديه القناه، اللي كان بيطلع لعيبه اهلي وزمالك ومنتخب مصر، وفي اسماء كبيره زي مصطفى جعفر وشكراويه واحمد جوهر وناس كتيره، وحماده طلبه دلوقتي في الزمالك. كل دي ابناء نادي المريخ. فان شاء الله احنا بنوعد جمهورنا ومحبين نادي المريخ ان احنا نقدم لهم باقه من ألمع النجوم باذن الله ان شاء الله.